نعت لكم طريقه التحضير تاع الكريسبي اللي درت به البرجر. طابوا ما شاء الله وخرجوا بزاف بنان. نجيبوا الصدر تاع الدجاج نرحيوه، ومن بعد نزيدوا له التوابل، نديروا له الملح الفلفل الكحل اعشاب اللي يعجبوكم على كل حال في الدجاج، نخلطوهم مليح. من بعد نديروا دي بول، انايا درت دي بول تاع حوالي 60 غرام، ونجيو نحشيوهم بالفرماج. استعملت فرماج تاع طلي، بصح تقدروا تستعملوا اي فرماج الذوق اللي يعجبكم ماشي مشكل. نحطوا الفرماج مليح في الوسط ونغلقوا عليه. من بعد راح نجيو نغلفوا الدجاج بالبابي فيلم كيما هكذا بهذه الطريقه، طرحوه مليح الساع باش يكون في لاطاي اللي نحتاجوها، ونكملوا نفس العمليه مع الباقي تاع الدجاج. نحطوه فوق بلاطو، نحطوه يطيب على 200 درجه حوالي 20 دقيقه. عسوا مليح الدجاج تاعكم كي تشوفوا بلي راهو طاب خرجوه. المهم ما تطيبوش بزاف لينا مازال راح نطيبوه المره الثانيه في الزيت. من بعد نخليهم يبردوا شويه باش نحيو بابي فيلم. هاو الدجاج تاعنا ديجا راهو ما شاء الله طايب. نجيو نديروا الكريسبي. استعملتها من قبل معكم، طريقه بزاف عجبتني، خير من تاع البيض. وزيد خلي الحبه البيض اللي تستعملها لحاجه واحده اخرى. جيب شويه تاع فرينه وشويه تاع الماء، خلطها كيما هكذا في بول ولا كش حاجه، ومن بعد نجي نغطس فيها الدجاج ونحطو في لاشابلور تلصق ما شاء الله. كيما قلت لكم ما تحتاجش خلاص حبه بيض. نوجدهم كامل، ومن بعد نروح نسخن الزيت، ومن بعد نجيو طيبوهم في الزيت، نقليوهم كي يتحمروا شويه برك خلاص خرجوهم. ما تنساش راهم ديجا طايبين. فوالا، وهاي النتيجه. خرجت حاجه بزاف شابه وبنينه محشيه بالفرماج من الداخل. شوفوا طراش، تقدروا تستعملوهم في اي بلا. انا كيما قلت لكم راني استعملتهم في البرجر وخرجوا الله يبارك بنان بزاف.